إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، علمني رمضان أي استفدت من رمضان، فهو مدرسة ربانية تعلمت منها الكثير والكثير والكثير، وهو الذي يجب على كل مسلم أن يستفيد من المواسم والعبادات الموسمية كعبادة الحج، بل الصلوات الخمس والصيام والزكاة وغيرها كثير من العبادات يستفيد منها. من أعظم ما تستفيده من رمضان أن كل شيء سيمر، خاصة الأيام والعمر. الأيام والعمر يمر ويمر سريعا، بل الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه سأل الكافرين كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يعني يوم عشناه ما زدنا عن يوم أو بعض يوم. هذا يدل على سرعة الزمان، وأن الإنسان لا يشعر بالزمن، وأن حياة الإنسان قد تمر ولم يفعل شيئا لا لدينه ولا لدنياه. تخيل لو أن شخصا يعيش 60 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، ومنهم من يتجاوز دون ذلك. فلو تخيلنا متوسط عمر شخص 60 سنة وينام كل يوم 8 ساعات، إذن هو بينام كم؟ 20 سنة. 20 سنة راحة ضاعت في النوم من 60 سنة. ولو أخرجت 4 ساعات في اليوم طعام وشراب 3 وجبات ودخول حمام أكثر من مرة وبياخد نفسه كده مثلا بس 4 ساعات، أنت بتتكلم في 10 سنوات كمان، يعني 30 سنة. نصف العمر رايح في الحمام والطعام والنوم. يعني لو عايش 60 سنة، في 30 سنة رايحين في النوم. ده بتكلم في 8 ساعات. في شخص لازم 12 ساعة ولا 10 ساعات نوم، ده واخد من عمره 45 سنة رايحين تماما، لم يستفد بهم شيئا ولم يفد غيره شيئا ولم يحصل فيهم ثوابا. إذا لو بيسمع كل يوم ماتش ولا بيسمع كل يوم شيء لمدة ساعة يوميا أو ساعتين، يعمل معاه في آخر حياته 5-6 سنوات.
إذن يوم القيامة لن يجد أياما، لن يجد وقتا ضاعت عليه حياته. ولذلك كنا نقول غدا رمضان، أو هذا أول يوم من رمضان. أذكر أن أول خطبة من رمضان كانت يوم جمعة، كانت هنا، وقلنا الحمد لله وهذا أول يوم من رمضان، وصل اليوم آخر ليلة غدا، هذه آخر ليلة، ليلة 29. قد يكون هناك ليلة أخرى أم لا. انتهى رمضان. وكذلك العمر سرعان ما ينتهي. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 منهم عن عمره فيما أفناه. فيما أفنيت عمرك؟ أفنيته في طاعة؟ لأنك لو أفنيته في طاعة نومك سيحسب لك طاعة. الشخص إذا ذهب لينام يقول أستعين بهذا النوم شوية وأقوم أكمل اللي كنت فيه، فهو مأجور أثناء نومه. وهذه لما يقول فيها العلماء النية في الأعمال المباحة تقلبها إلى حسنات وطاعات، كمن يأكل ليتقوى على الصلاة، ومن ينام ليتقوى على العبادة. لكن من يفعل ذلك؟ هناك من الصحابة والسلف من مات في العشرينات والثلاثينات لكن عمر الدنيا. الإمام النووي مات عمر 30 سنة. 30 سنة لسه بيكون الشاب عندنا بيفكر يتزوج، والإمام النووي مات عمر 30 سنة. شارح صحيح مسلم 25 مجلد، وله شرح على المهذب في الفقه الشافعي، وله كتاب الأربعين النووية للإمام النووي، رياض الصالحين للإمام النووي، وفتاوى الإمام النووي، وله 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 من المؤلفات والكتب. هناك أشخاص سيضعون بصمة بعد ما يذهبون، وهناك أشخاص يوم أن ندفنهم ينساهم الناس. نسوه يوم أن دفنوه، نسوه يوم أن دفنوه، لأنه عاش لنفسه، عايش فقط يفكر هاكل ايه وهبني ايه وهزوج الولد أو أتزوج أنا، بس دائرة تفكيره نفسه فقط. من عاش لنفسه عاش صغيرة ومات حقيرة. ومات فلان يقول لك نعمله بيه؟ ما عملش حاجة يعني، ناخده ونوده بس، وساعة ما بندفنوه بنرجع مات. لكن في شخص تقوله مات فلان الناس تتخض لكل أفعال الخير اللي كان إيده فيها أو بيسعى لها لخدمة البلد وأهل البلد، لخدمة الناس، خدمات دينية أو خدمات اجتماعية. في أشخاص في القرى تلاقيه متخصص بناء مدارس وجلب أموال لرصف الطريق في البلد والصرف، وعايش للبلد. هذا شخص الناس ما زالت ليومها هذا لم تنسى هذا. إذا مات هذا الشخص يقولوا رحمة الله عليه، كان أفضل واحد بيتحرك نحلة في كل حتة، بيحل مشاكل الناس ويفعل 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 ويفعل. ضع بصمتك، ستموت. ضع بصمتك قبل أن تموت. سرعان ما مر رمضان هذا يعطيك إشارة أن عمرك سرعان ما سيمر، في لحظات سينتهي، في ثواني، خاصة الأيام الطيبة. الأشياء الحلوة دايما تمر سريعة. وأيضا يذكرك أن كل مر سيمر، ما فيش حاجة اسمها يدوم. الفقر لا يدوم، والضغط النفسي لا يدوم. أي مشكلة بس هي ساعتها فقط، قبل المشكلة ما تحصل وبعد المشكلة ما حصلت وانتهت انت بتقول ايش؟ ما فيش حاجة. لكن أثناء المشكلة الشخص بيظن إنه مش هيطلع منها، حياته وقفت. لا، كل مر سيمر وكل طيب سيمر، والطيب يمر سريعا. لذلك الحريص والشخص الذي وفقه الله
هو الذي يفتش في يومه ماذا فعلت اليوم، ماذا قدمت اليوم. إذا كان يومك يزيدك قربا إلى الله خطوة فأنت على الطريق الصواب. كل يوم بتقترب أكثر لله، كل يوم في شيء جديد في حياتك لوجه الله. أما لنفسك ما في شيء، لن يفيدك بشيء. من عاش لنفسه عاش صغيرا. ثانيا علمني رمضان الاستسلام لله عز وجل، أن العبد يستسلم قلبا وبدنا، وهذا شرط من شروط لا إله إلا الله. من شروط لا إله إلا الله أن اللي داخل في الإسلام يجب أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. أنت مستسلم. فقد جاء رمضان وأمر الله فيه بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، فاستجاب البشر المكلفين، استجابوا وامتنعوا، أي قالوا يا رب استسلمنا. قد يقول البعض أنا مش عارف إيش الحكمة إن أمتنع عن الطعام والشراب شهر كامل، مش جاية في دماغي الحكمة، مش وصلالي، مع إن ذكرنا حكم هذا كثيرة. لكن ممكن واحد يقول لكن أنا هصوم. الاستسلام أنك تنفذ أمر الله دون أن، حتى لو أنت لا تعرف الحكمة، حتى لو لم يخطر على بالك الحكمة. وهذا حال المسلم المؤمن. إذا أمر الله بترك الطعام والشراب والشهوة 30 يوما قال سمعا وطاعة. وإذا أمر الله أن تكون 5 مرات واقفا بين يديه في توقيت معين، أي الصلوات الخمس، يقول سمعا وطاعة. وإذا أمر الله إذا بلغ مالك النصاب أن تخرج منه كذا 2.5% من المال أو من الزرع كذا أو من بهيمة الأنعام كذا، أي الزكاة، يقول سمعا وطاعة. وإذا أمرك الله أن تسافر إن استطعت وكان عندك صحة ومعك من المال ما يكفي، وأن تسافر إلى بيته الحرام فتقضي المناسك هناك وتظل عدة أيام فتطوف بالبيت وتجعل البيت على يسارك وتمسح إن استطعت وتقبل الحجر الأسود، ثم تذهب إلى الصفا والمروة ف7 أشواط، ثم تذهب إلى عرفة فتمكث فيه يوما كاملا إلى غروب الشمس، ثم ترجع إلى مزدلفة، ثم ترجع إلى منى وترمي جمرة العقبة، ثم تطوف مرة ثانية بالبيت الحرام طواف الإفاضة، ثم تسعى سعي الحج سعي الإفاضة، ثم ترمي الجمرات أيام التشريق، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، سواء كان يوم التشريق الأول أو الثاني إن تعجلت، والثالث إن تأخرت. سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. هذا قيمة الاستسلام وأهمية الاستسلام. إذا أمر الله بغطاء الزوجة وتحجيبها سمعا وطاعة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تضرب المرأة بخمارها وتغطي نفسها سمعا وطاعة. تغطي نفسها لا تظهر مفاتنها، فأنت تنفذ في أهل بيتك لأنك مسؤول عنهم يوم القيامة، لن تسأل عن نفسك فقط. انتبه لهذا. بعدما تتحاسب عن نفسك فعلت وفعلت وفعلت أمورك تمام، خدت كام 100%. طب أنا ماشي، لا استنى، وقف، ارجع. إيه أنت مش يا ابني عندك زوجة؟ أيوه تعالى كده. زوجتك دي كانت في يوم من الأيام طلعت قدامك لابسة عباية ضيقة مفصلة جسمها، صدرها متفصل في العباية، مش العباية مغطية بعيدة ما حدش ناظر يعرف حجم صدرها، لا كان حجم صدرها البلد كلها عارفاه، مفصل جسمها. تعال، لماذا لم تأمرها؟ ايوه، لماذا لم تنهاها؟ لماذا لم تمنحها من الخروج؟
خرجت وكانت في خصلة من شعرها نازلة كده اهو على جبهتها، حصل؟ ايوه حصل. لماذا لم تمنعها؟ كانت لما تخرج تضع مكياج احمر وتحاول تلمح في نفسها شوية. ليه؟ حصل؟ حصل. ستحاسب عن زوجتك. طيب خلصت الحساب عن زوجتك، تيجي تمشي يقول لك تعالى لسه مش كان عندك عيال؟ ايوه، العيال دي مش انت كنت بتروح تصلي وسايبهم ما بيصلوش؟ ما فيش مرة سألت ابنك صليت ولا لا؟ كل ما يفعله أبناؤك من خلف ظهرك أنت غير محاسب عليه. كل ما يفعله ابنك وانت لا تعرفه، أو تفعله بنتك وانت لا تعرفه، أنت لن تحاسب عليه. وكل ما تفعله زوجتك وأنت لا تعرفه أنت غير محاسب عليه. أنت ستحاسب على إذا لم تأمر هذا الأمر وتنهى، وإذا كنت تعرف وساكت. داخل لاقي فيلم والعيال قاعدين بيسمعوا الفيلم، والراجل البطل ماسك البطلة وقاعدين يبوس فيها، وبنتك جالسة وابنك جالس، وانت قاعد بتعمل ايه؟ فين انت؟ لماذا هذا المنكر داخل دارك؟ ليش المنكر ده داخل البيت؟ مين يقبل هذا الكلام على أهل بيته؟ إذا كان ابنك بيجيب القنوات دي من وراك ويخبيها وبتاع، أنت غير محاسب على هذا. اللي بيفعله ابنك في جواله وانت كل شويه تقول له هات يا ابني عشان ما يبقاش حرام علينا، شيل يا ابني الكلام ده، انت لسه صغير، فيسبوك ايه وبتاع ايه، شيل يا ابني الكلام ده، شيل يا ابني الكلام ده، وتحذف في جوال الولد. حقك انت اب، وحقك مع البنت انت اب، حقك ده، بل واجب عليك، الواجب عليك تحافظ على اسرتك. انا مش هشغل نت في البيت، انتوا عايزينه ليه؟ انتوا مش بتستفيدوا منه حاجه. اقفل يا ابني النت ده، ايش القنوات الياما دي؟ انا هخلي قناتين او ثلاثه بس، هنسمع اخبار وهنحطه يعني قناه الواد ده بيحب الكوره شويه ما فيهاش حاجه يمشي الحال، وهنحط قناه طبخ وقناه كرتون للواد الصغير ده. انت حاطط افلام ومسلسلات وهندي وفرنسي وامريكي واجنبي وايطالي والماني وياباني ايه يا عم، وكوري وروسي ايه؟ يقول لك انا عندي 1000 قناه. 1000 قناه ليه؟ كل ده معاك يوم القيامه، هتشيل على دماغك. فالسمع والطاعه لله ليس عن نفسك فقط واولادك، مسؤول عن الزوجة دي. إذا سمعت شيء حرام في بيتك وانت تعلم، أو يسرت لها السبب، عملت لها اللي هي عايزاه، فين دورك كقيم القوامة؟ مش لقب بتاخده تتنعم به، ده مسؤولية ثقيلة. القوامة مسؤولية ثقيلة. قيم على البيت يعني حارس على البيت إن الشيطان ما يدخلش الدار، ولا حد من أهل الدار يدخل النار يوم القيامة. فواقف تزود عنهم وتدافع عنهم أنه ما يدخلوش النار. والأشياء اللي تدخل النار أولها الشرك بالله، وثانيها السحر. انت عارف ان زوجتك بتتعامل بالسحر، أو مش عارف بس نايم على ودانك وبتاخد من فلوس من جيبك وبتروح تعمل سحر. دورك انت فين؟ دورك انك تكتشف هذه الامور وتفتش تحت المرتبة وتشيل المخدة وتشوف الحجاب اللي لازق في المخدة وتشوف الحاجات اللي بتنحط دي، والبتاع اللي في المطبخ القطارة اللي بتحط منها لك على الشاي عشان خاطر تاخدك من امك وتاخدك من ابوك. الحاجات دي تكتشفها. اصلا اخترت واحدة بهذا الطريق ليه؟ والوضع ده ليه؟ حاجات كتير في البيت لازم تتصلح. وهذا تعلمناه من أننا استسلمنا لله عز وجل في كل شيء، ومنها أننا استسلمنا لله عز وجل في الصيام. ثالثا علمني رمضان الصبر. الصبر وهو أعظم مقوم للنصر، سواء كان نصر على النفس، نصر على الشيطان، نصر على العدو الخارجي. الصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. مستحيل شخص يبقى إمام إلا إذا صبر. صبر على الطاعة قربا، وصبر على المعصية بعدا.
بعيد عن المعصية وتحاول تأتيه الفتن وهو صابر، وصبر داخل الطاعة، دخل صام صبر 30 يوما، صلى صبر أن واظب على صلاته طول حياته ما قطعش صلاة، ده عنده صبر، ده صبر. فلا طاعة إلا بصبر، ولا بعد عن معصية إلا بصبر وعزم. وهذا تعلمت أنت في رمضان، فقد صبرت عن الطعام والشراب، أنك امتنعت عن طعام وشراب مباح والشهوة 30 يوما، كأن الله يقول لك أنت قادر وتقدر تصبر وتقدر تمتنع عن كثير من الأمور المحرمة. اللي بتقول ما اقدرش ابطل سجاير، انت موهوم. اللي قال ما اقدرش اترك السيجارة موهوم، انت صبرت اكتر من 16 ساعة صيام او 17 ساعة صيام، وكمان صلاة التراويح والنوم بتاعك، يعني تقريبا 20 ساعة واكثر من 20 ساعة انت مجبر على ترك السيجارة، 20 ساعة غصب عنك. فاضل لك 4 ساعات، اليوم 24 ساعة، فاضل 4 ساعات مش قادر تصبر عليهم وتبطل كمان بالليل، ويبقى انتهزت شهر رمضان تترك هذا الداء اللي دمر رئتيك وخليك بتشحر طالع نازل وتعبان وفيك ما فيك من مرض، أسأل الله أن يعافي جميع المسلمين. فرصة أن تترك الحرام وتترك أشياء كثيرة من العادات السيئة بالصبر. لقد تعلمت الصبر في رمضان. ما تقولش بعد رمضان أنا ما عنديش صبر، لا، ما مش بصبر على الحاجات دي، لا، أنت عندك صبر بدليل صمت. أنت واهم نفسك، الشيطان ضاحك عليك. أنت صبرت حتى أذن المغرب ودخلت في صلاة التراويح صبرت حتى انتهى الإمام من الصلاة لتنال أنك قمت الليل كله وتحصل على هذا الأجر، صبرت. إذن أنت قادر أن تكمل بعد رمضان وتحافظ على صلواتك، وقادر أن تصوم صيام النفل بعد رمضان، وقادر أن تترك العادات السيئة اللي تركتها في رمضان. من أعظم العبادات عبادة الصبر، أعظم عبادة يحبها الله في العبد أن يصبر. أمر كل الأنبياء بالصبر، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر، كان يتألم ويقول اصبر. وكان يمر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يعذبون من قومه يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، اصبر. وكأننا نقول لإخواننا في غزة: اصبروا، لا يكون هذا آخر بلاء لأهل غزة ولا لأي أحد في العالم مبتلى، لن يكون هذا الأخير، اللي جاي أسود وأكثر. لكن الله يمتحن الناس، هنا مرة وهنا مرة وهنا مرة وهنا مرة. صبرا آل غزة، صبرا آل ياسر، صبرا كل مبتلى، صبرا كل مريض، صبرا كل صاحب وجع، صبرا أيها الشباب، صبرا على الطاعة، صبرا بعدا عن المعصية. كملوا صبركم، لأن الله يجزي الصابرين بغير حساب. الله يحب الصابرين، ونص في كتابه في أكثر من آية: والله يحب الصابرين، والله مع الصابرين. الصابر ينال معية الله عز وجل، لأن الله معه، معية توفيق ومعية تسديد، معية توفقك ومعية يسددك، معية عون. يعينك الله إذا بدأت في الصبر يصبرك. إنما الصبر صبر ساعة، بين المنتصر والمهزوم صبر ساعة. يعني انت تأخرت سنة، انت بتتألم بس مش عايز تقول سلمت، بتصبر شوية كمان لغاية ما هو قال خلاص. فالصبر صبر ساعة، وكل هذا سيزول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وبعد.
تعلمنا من رمضان التقوى لعلكم تتقون، أي الخوف من الجليل الرب جل جلاله، أن نجعل بيننا وبين المعصية حاجزا، وبيننا وبين غضب الله حاجزا. هذه هي خلاصة التقوى. علمك رمضان إياها، علمك كيف تتقي الله، أي كيف تخاف من الله، لأنه علمك المراقبة. راقبت الله طيلة يومك، قد انفردت بالطعام أكثر من مرة، وأقدمت وأمامك ماء وأنت عطشان أكثر من مرة، لكنك لم تشرب ولم تأكل، خوفا من الله وتعظيم ليوم رمضان حرمة الشهر، وأنت تراقب الله، يعني كأن الله يراك مع أنك لا تراه. وهذه عبادة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة هذا شيء عظيم جدا، لا بد لكل مسلم ومؤمن أن يمتثل هذا الأمر، لأن المراقبة والتعود على المراقبة هذه قمة التقوى. أن الإنسان في كل موطن في الحياة، هنا سافر بلد أخرى، سافر بلد أوروبية، عمل وراجع، يخاف الله في أي مكان، في أي مكان، في الخلوة هو وحده، خارج الخلوة بين الناس حاله سواء، اختلى بنفسه أو لم يختلي بنفسه هو واضح. لا إذا اختلى بمعصية الله انتهكها، نسأل الله العافية، لا، لأنه تعود أن يراقب الله. فالصيام علمك كيفية المراقبة 30 يوما لتحصل على التقوى، أي الخوف من الله. 30 يوما وأنت تراقب الله، لأنك كنت دائما تراقب الأذان. أذن أذان الفجر أكثر من مرة في رمضان وفي يدك قارورة الماء ولم تشرب، فنأذن هي خلاص هي يلا ملناش نصيب. وكم من مرة يحدث هذا في أذان الفجر، معك ومعك 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 ومعك. دي مراقبة الله والخوف من الله وتعظيم الشرع، انك معظم للأمر، لست مستهترا فيه. تعويد على التعظيم وتعويد على المراقبة. وإذا جاء أذان المغرب، اسمعوا الأذان يا جماعة كده بيأذن ولا إيش؟ أذن يا ابني، لا ده البر الثاني، لا ده أذان الراديو، لا ده أذان التلفزيون، لا ده أذان القاهرة. والله ده أنا كنت هاكل يا أخي، سبحان الله. طب لسه شوي اصبروا يا أولاد. إيش ده؟ مراقبة الله جعلك تراقب الأذان، أذان الإفطار، وتراقب أذان الإمساك. مراقبة الله، وطول اليوم مراقبة الله. كم من مرة تمر على الثلاجة اللي انت كنت في الصيف على طول تفتح وتاخد مية بارد وتشرب، بتمر عليها تقول ان شاء الله بالليل اشوفك بالليل بقى بعد الفطار، نبغى نفتح ونشوف جواك ايه. هذا من مراقبة الله، تعويد على ذلك، عودت نفسك على ذلك. رمضان له فضل في ذلك، وهذا شيء عظيم أن الشخص يراقب الله عز وجل في الرخاء، حتى إذا كان في الشدة خاف الله وامتنع عن محارم الله. يحكى أن شابا من الشباب كان يبيع عطور، وذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية. كان هذا لقب بعد ذلك بالعواد، يعني رائحة العود تفوح منه، كانت تفوح منه رائحة العود. كان يبيع عطور ويمشي في الشارع يقول عطور عطور عطور. فإذ امرأة نادت عليه وقالت إن أبي يحتضر بالداخل، فبالله عليك معك حنوط اللي هو العطر الذي يوضع للميت في الكفن؟ قال معي. قالت تعال لقنه الشهادة وحنطه فإني لا أجيد ذلك. قال ماشي، فين الحج؟ ودخل الدار، قفلت الباب، يدور على الحج مش لاقي الحج، وإيش يفاجأ؟ قالت له لا يوجد أب ولا شيء، لقد خدعتك ولن تخرج من هذا البيت حتى تفعل بي الفاحشة. الولد اتصدم، شاب مش متزوج لكن تعود أن يراقب الله، تعود الخوف من الله.
في مثل مقامه كأنه مكره، لكن مع ذلك لم يستسلم. يا ست استهدي بالله، أنا رجل بتاع عطور ماليش في هذا الأمر، خليني بس أطلع افتح الباب، حنادى على العسكر وأقول أنت كنت داخل تغتصبني وتسرق البيت وأنت تعرف ستقطع رأسك في الميدان. فمسك رقبته كده، وفعلا ستقطع رأسه. لو نادت على العسكر ما في شاهد ولا شيء، هتقطع رأسه، وهو ضبطوه داخل الدار. يا ربي لا إله إلا الله، ايش انا عملت ايش بس النهارده؟ طب يا ست ابوس رجليك، يا ست خد العطور اللي معك كلها وسيبيني اطلع، والله ما انت خارج. فالولد بدأ يعني كأنه يخاطب الله بقلبه، يقول له يا رب نجني، ماذا أفعل؟ وإذ يلقى عليه فكرة، ألقيت عليه، قال طيب أدخل الحمام، أنا طول النهار عرق ومتبهدل وأبدل ثياب. قالت له تفضل حمام اهوت، وجابت له الماء ودخل الحمام. ألقي عليه فكرة إنه يعمل إيه؟ دخل الحمام. حمامات زمان كان بيفتحوا شيء في الأرض يضعوا فيه برميل كده ولا شيء، إناء كبير، وبعدين يحطوا عليه خشبتين، وانت لما تدخل تقضي حاجتك تجلس فوق الخشبتين. لو شلت الخشبتين تحت هنا برميل مليء بالقاذورات عافاك الله. فالولد راح نازل في البرميل، ويشيل من البرميل ويحط على راسه، ويشيل بالبرميل ويحط على عينيه، ويشيل من البرميل ويحط في ودانه، ويشيل بالبرميل ويعبي هنا، يعبي هنا في جيبه، هذا اسمه جيب، ملا نفسه. وراح طالع في وسط الدار. طبعا الرائحة الكريهة والمنظر البشع، فتحت الباب واغرب عن وجهي، يا خسئت يا مجرم، امشي من هنا، ماذا فعلت؟ ماشي يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، الحمد لله. فهذا الشاب ترك بيع العطور، قال أنا عمري ما هبيع عطور تاني. شفت من الخوف أن يتكرر هذا الموقف، لا يريد أن يعرض نفسه للفتن، قال لا أنا مش هبيع عطور تاني أبدا. وقال أنا حافظ قرآن، هو حامل لكتاب الله. ودي مشكلة أن تكون أتقنت شيئا ثم تعمل شيئا غيره، دي بلوى، وخاصة إذا كنت من أهل القرآن وتعمل في غير مجالك، ودي مشكلة كبيرة واقعين فيها الآن. الشاهد أن هذا الشاب ذهب للمسجد، اغتسل وغسل هدومه وجاب عطور يحطها على الهدوم عشان الرائحة، ونظف نفسه جيدا، وراح جلس في المسجد واستأذن من إمام المسجد يعمل حلقة في المسجد. فكانت هذه الحلقة يفوح منها رائحة العود، الدخان البخار اللي هو كأنه بخور عود. رائحة العود من أفضل الروائح المعروفة، الذي يعني تشبه المسك وهي أعلى من المسك بكثير وأغلى. يجوا يعدوا من على حلقات المسجد، يجوا على في ريحة لغاية ما شموا جسمه. من أين تأتي بهذا العطر؟ قال والله ولا أضع عطر ولا شيء، عمري ما حطيت عطر، أنا أصلا سبت العطور وما ببيعش عطور. هذا الشاب كان يفوح من جسده من جلده، لأن الجزاء من جنس العمل. لطخ نفسه بالقاذورات والروائح الكريهة من أجل ألا يقع في معصية الله، فأبدله الله عز وجل أن يفوح من جسده أفضل رائحة. وكذلك جزاء الله عز وجل للمحسنين الذين يمتنعون عن المعاصي. هذا نوع من أنواع مراقبة الله، أن هذا الشخص في هذا المكان يخاف الله مع أن الباب مغلق، يخاف الله مع أنه كأنه مكره، يخاف أن يفعل المعصية. شوف لطخ نفسه بإيش حتى لا يعصي الله. هذا كله تستفيد من رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله مشتبها ولا ملتبسا علينا فنضل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في
كل مكان. يا رب كل إخواننا في غزة اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احصل اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. يا رب لا ترفع لليهود في الأرض راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم ومن عاونهم ومن ناصرهم ومن سهل لهم ومن سكت على أفعالهم وهو قادر أن يمنعهم. يا رب كل المسلمين جميعا معينا ونصيرا. اللهم أيد لهذه الأمة أمر رشد. اللهم اجمع شمل الأمة وقو الأمة وهيئ للأمة قائدا يقودها إلى رفع راية لا إله إلا الله يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عليك بالكفر والكافرين وعليك بقلعة الكفر أمريكا يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ارحم آباءنا وأمهاتنا وكل من له فضل علينا. اللهم اغفر للشيخ أبي إسحاق الحويني على ما قدمه للأمة الإسلامية. اللهم اغفر للشيخ العلامة أبي إسحاق الحويني، اغفر له على ما قدمه للأمة الإسلامية واجعل ما قدم في ميزان حسناته. اللهم اجعل ما قدم في ميزان حسناته هو وإخوانه من العلماء يا رب العالمين. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.